ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل طريقه البيتي فور. طريقه سهله وبسيطه، مش محتاجه اي حاجه، ما بتاخدش وقت خالص، وهتحبيها ان شاء الله زي المحلات بالظبط. وان شاء الله هتعجبك. بس اهم حاجه، لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نورة جمال، واتمنى ان انت تشتركي في القناه، تحطي لي لايك حلو، ونبدا الوصفه. اول حاجه معانا 3 كوبايات ونص من الدقيق لو هتعمليه بالقمع، و3 كوبايات ونص وتلات ارباع كوباية من الدقيق لو هتعملي بالمكنة. ومعايا بيضاية كاملة، ومعايا 3 صفارة بيض، ومعايا كوباية من السكر بودرة، يا ريت يكون منخول ناعم قوي، ومعايا كوبايتين من السمنة. اول حاجة بقى بنعملوها ان احنا بنجيب الدقيق بتاعنا ونحط عليه رشة ملح كده بسيطة، ونقلبه كويس. وبعد كده هجيب السمنة بتاعتي واضربها كويس بالمضرب او بالعجان، اي حاجة متوفرة عندك. بس اهم حاجة للطريقة دي علشان يبقى مظبوط معاكي، برضو نقول ان هو لازم يكون الدقيق كويس والسمنة او الزبدة اللي انتي بتعمليها كويسة. انا مطلعاها على درجة حرارة الغرفة. بعد كده ما نضربها شوية، هنزل عليها بكوباية السكر، وبعد كده هضربهم كويس لحد ما يبقوا كريمي كده معانا، القوام بتاعهم يبقى تقيل بالشكل ده كده، يعني اكنك بتعملي كريم شانتيه. قوامه تقيل وده كويس. هنزل اول حاجه بواحده صفار من البيض، لازم اضربها كويس واتاكد انها دابت خالص في العجينه. بعد ما اتاكد انها دابت خالص في العجينه وكده، اهم حاجه نضربها كويس جدا علشان ما تبقاش لها اي اثر في العجينه بتاعتنا. هنزل بالصفار التاني ونفس اللي عملته برضو هضربه كويس. علشان الطريقة بتاعتك تبقى ناجحة لازم تعملي الوصفات دي واحدة واحدة كده. هنزل بالصفار التالت واضربه كويس. بعد كده هنزل بالبيضة الكاملة وعليها معلقة صغيرة من الفانيليا، بس اهم حاجة نكتر في الفانيليا شوية علشان الزفارة بتاعت البيض. ولازم البيض معانا يبقى صابح شوية، يعني ما يبقاش بقاله ياما في التلاجة عشان الزفارة وكده. يعني يستحسن ان هو يبقى طازة، ما يكونش كمل اسبوع معانا في التلاجة. هننزل بكمية من الدقيق، وبعد كده اضربهم كويس. اهم حاجة تأكدي ان الدقيق بتاعك كويس، وتنزلي بواحدة واحدة علشان ممكن يبقى مش محتاج كتير من الدقيق. اهم حاجة تمشي على الخطوات مظبوط عشان تطلع معاكي البوتفور مظبوط بإذن الله. هنضربهم كويس ونلمهم براحتها خالص علشان ما احسش انها محتاجة سمنة ولا محتاجة دقيق. نزلت بالكمية التانية، المرة دي بقى قلبت بايديا، هلمهم كويس. بعد ما اتلمت كده كويس معانا وملمسها اللي هو مش طري ومش ناشف، مظبوطة. انا ده بوريلكم انها مش بتلزق في ايديا، يعني العجينة مظبوطة. بعد كده هجيب الصينية بتاعتي او السجون بتاعت الكحك، وياريت تكون ألمونيا. عملت بالمكنة بتاعت البيتي فور. الشكل اللي تحبيه، مش مش لازم شكل واحد، اللي تحبيه تعمليه.
اهم حاجه تسيبي ما بينهم فراغات علشان هتنشف شويه، هتنفش شويه في الفرن وكده. ده شكل الصاج بتاعي بعد ما خلص. هدخله بقى الفرن على درجه نار متوسطه. هو ده بقى شكل البيتفور لما طلع من الفرن، لونه ذهبي وشكله حلو. زي ما تحبي تقدميه قدميه. انا عملته بشوكولاته وحطيت له برينجلز كده. وده شكل التقديم بتاعي. يا رب يكون الفيديو عجبك، بس اهم حاجه ما تنسينيش باللايك والاشتراك، وياريت تضغطي زر الجرس وتكتبي لي كومنت حلو على ذوقك.